السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله تالت يوم معانا في دوره الكتاكيت بتاعتنا. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، بس اللهم بارك، بداوا يطلعوا ريش كده. يعني بصوا عشان نبقى عارفين، مش معنى ان الكتكوت بيطلع معاكي ريش بدري ده حاجه كويسه، لا، ده كده تعرفي ان الكتكوت سقعان معاكي. لكن هنا هو مطلع في الجناح بس، ده عادي، ده طبيعي. لكن لو لقيتي الكتكوت نفسه بيريش في جسمه، اعرفي ان الكتكوت سقعان معاكي. فالغذاء بتاعه بيرميه على الريش علشان يدفيه. لكن لو الكتكوت مش سقعان، بيرمي الغذاء بتاعه في الوزن. فدلوقتي ده كده يا حبايبي اهو تالت يوم معانا. طبعا احنا ان شاء الله هنوزن في عمر الاسبوع. عمر الاسبوع الكتكوت بيبقى ما بين 140 جرام ل 160، ده الوزن الطبيعي بتاع الكتكوت. طبعا اكتر من كده بيبقى حاجه كويسه جدا، اقل من كده بيبقى في خلل في الكتكوت. دلوقتي هنسمي الله وهنبتدي نحط السنتي اللي فاضل معانا في الالف د ه في الميه كده، وهحط لهم كمان الاكل بتاعهم بعد ما نعمته بالشكل ده حبايبي. انا كده عدلنا لهم الميه اهو يا حبايبي، هم اهو ما شاء الله راحوا على الاكل. طيب كنت حابه اقول لكم على حاجه كمان. او هنا بصوا، انا وسعت شويه الكرتونه، انا كنت حطاها بالعرض وقفتها كده، يعني وسعت لهم المكان شويه عشان يقدروا يتحركوا فيه، لان ما ينفعش نبقى مضايقين قوي فالكتكوت ما ياخدش راحته فيعرق منك فيتعب، برضك مش هيرمي وزن. لازم يبقى فيه نسبه وتناسب في المكان بتاع الكتكوت، يعني تبقي واخده بالك الكتكوت محتاج منك ايه. طيب بالنسبه بقى يا حبايبي للحاجه اللي احنا بنجيبها، خلي دايما ان انتوا حاطين في بالكم كده، اول ما تجيبوا الحاجه لازم، انا عامله جزء منه ده بيطلع لله. لازم 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 يا جماعه، احنا في وقت يعني ربنا يرحمنا برحمته كلنا. الدنيا صعبه على الكل، ماشي؟ فطبعا كل واحد عارف هو مين اللي محتاج الحاجه اللي تروح له دي. كل واحد فينا عارف الحاجه اللي بتروح دي بتروح لمين ومحتاجها قد ايه. محدش يقول لي الناس كلها بتاكل والناس كلها بتجيب والكلام ده كله، لا يا حبايبي مفيش حاجه اسمها كده. والله والله لو انت حتى هتطلعي، عارفه لو هقولك نص فرخه من اللي هيطلع، والله ربنا هيبارك لك في بقيه حاجتك. خلينا دايما عارفين ان الحاجه اللي بتطلع لله هي اللي باقيه، مش اللي بتتاكل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايبي. الفيديو النهارده سهل وبسيط كده وما فيهوش اي كتره، يعني وقته قصير جدا ومش حابه اطول عليكم. وان شاء الله بكره باذن الله هنتكلم في موضوع خزين رمضان، لان جات لي تعليقات عليه. فبكره باذن الله في الحلقه هكلمكم فيه، عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو النهارده. بصوا ما شاء الله هو بدأ حجمه يكبر ازاي. وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.